السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل صينيه تنفع للعزومات، تنفع كطبق جانبي في الغداء، او طبق رئيسي معاه اي حاجه تانية. ان شاء الله هنعملها مع بعض كده. صينيه لذيذه جدا وبتلظ كده من اللذاذه بتاعتها وريحتها حلوه جدا، ومكونات بسيطه جدا. يعني تقدري تعمليها بربع كيلو لحمه مفروم، او تغيري الحشوه بدل لحمه مفروم تقدري تعمليها بصدر فرخه واحد. طبعا وزي ما انت شايفه كده، يعني ريحتها كانت فظيعه جدا وجميله جدا فعلا، وبتتعمل بكل بساطه. تقدري تحطي فيها كمان بواقي التلاجة، اللي عندك حاجات باقي في التلاجة، قرن فلفل احمر اخضر اصفر تقدري تحطيه فيها. يعني بتلمي بواقي التلاجة كده وتعمليها بحاجه بسيطه جدا. ايه الحاجه البسيطه اللي عندي لفه جلاش كده مقطعه عندك بقالها مده كده في التلاجة. مش هينفع تعمليها اي حاجه، هتعملي بيها الوصفه دي. هاتيها كده زي ما هي، قطعيها بالشكل ده شرايح كده او شرايط، وتعالي نعمل الحشو بتاعتها. شويه سمنه وزيت، ومعانا ربع كيلو لحمه مفرومه بتشوحيه في السمنه كده، وننزل بقى بصل، فلفل احمر، فلفل اصفر، فلفل اخضر، كل الحاجات الجميله دي معاك. انا كمان حاطط عليها، ده اختياري، شويه جزر مبشورين، بسيبيهم يتبلوا مع بعض كده، ملح وفلفل وبهارات لحمه. ما تكتريش البهارات في اللحمه عشان تدي الطعم. نيجي للتشريبه بتاعتها. عندي بيضه، ربع كوبايه من الزيت النباتي، عندي 3 معالق كبار من الزبادي او كوبايه زبادي كبيره شويه كده. قلب كل ده مع بعض كويس جدا، شويه ملح، شويه فلفل اسود. وصفه فعلا حلوه جدا، وما تخيلش انها تطلع بالطعامه واللذاذه دي، احلى كتير من صينيه الجلاش نفسها. ومعايا كوبايه من الحليب، وبقلب كل ده مع بعض. وده اختياري، معلقتين من القشطه، طبعا ده قشطه وش اللبن، حطها في الفريزر، باخد منها معلقتين بس. لو عندك افضل تحطيها، بتدي طعم وغناوه كده للوصفه حلوه جدا. عندي الصينيه او البايركس ادخله الفرن، مسحته كده بمسحه زيت خفيفه، وبحط نص كميه لفه الجلاش اللي قطعناها زي ما هي، ما عملتش فيها اي حاجه. وباخد كوبايه كده من التشريبه اللي عملتها، وبشرب بيها الجلاش كله، واتاكد انه اتشرب كله كويس عشان ما يطلعش حته متشربه وحته ناشفه. الحته ما شربتش حط شويه عليها كمان. وادي الحشوه عندي. ممكن تبدليها بصدر فرخه لو تحبي، ممكن تحطي مشروم، تزودي حاجات، تنقصي حاجات حسب متوفر عندك. يعني زي ما بقول لك كده، لمي بواقي التلاجة في الوصفه دي. رشه جبنه موتزاريلا بتخليها حلوه كده من جوه وطعمها جميل، لو متوفر حطي عندك. وبعدين بنزل بباقي لفه الجلاش اللي احنا مقطعينها. لها كانت هي اصلا مهربده ومقطعه، فالوصفه دي وصفه مثاليه اللي لو عندك لفه جلاش كده مش عايزاها ولا مش هتعملي بيها حاجه. وباقي التشريبه قلبيها كويس كده، وبعدين حطيها على الوش على باقي الجلاش، وتاكدي ان كله متشرب. وخلاص كده الصينيه ناخدها على الفرن درجه 180 درجه، او يمر حوالي 10 دقايق لربع ساعه. هنبدا نطلع الصينيه ونرش رشه جبنه موتزاريلا عليها، وندخلها تاني الفرن. وادي شكلها النهائي. الريحه بتاعتها ما اقولكيش، ريحتها حلوه جدا وطالعه بتبقبق زي ما انت شايفه كده. الصينيه دي احلى من صينيه المكرونه البشاميل، واحلى كمان من اللازانيا. يعني هي اقرب للازانيا لما قطعناها كده، اقرب للازانيا. بس طعمها فعلا رائع جدا. ولفه جلاش وربع كيلو لحمه مفرومه تقدري تعملي الصينيه الجميله دي. وبواقي التلاجة اللي عندك تقدري تغيري الوصفه او تغيري الحشوه. لو ما عندكيش لحمه مفرومه، هي ربع كيلو بس، تقدري تعمليها ب صدر فرخه. انا هنا بوريك ان حاولت طبعا اقلبها وهي سخنه، فكانت طبعا هتبوظ، فباظت شويه كده من الجنب. طبعا عادي جدا قطعتها. فيا ريت بقى نقطع الحاجه كده لما تهدى. طبعا احنا ما بنصبرش على الحاجه لما تهدى ولا حاجه، ريحتها طبعا خلاص. يلا ناكل، يلا بينا. طعمها حلو جدا، عجبتني قوي، واعتمدها الوصفه دي. اي لفه جلاش بقى انا هسيبها عشان اعمل بيها الوصفه دي. وهو ربع كيلو لحمه مفرومه وشويه جبنه موتزاريلا، واي بقى فلفل، اي حاجه عندك، شويه جزر براحتك، ممكن ما تحطيش الجزر، انا بحب الجزر في الحشوات. وادي عندي لفه الجلاش المقطعه المهربده، عملنا منها وصفه تجنن، تنفع العزومات، تنفع بقى اعتمديها عندك في رمضان. كل سنه وانت طيبه، ربنا يعود علينا عليك ايام بخير يا رب. اللهم بلغنا رمضان ونحن واياكم في احسن حال. حلوه جدا للعزومات، حلوه جدا لما يكون عندك باقي اكل وتعمليها مع باقي الاكل. ان شاء الله الفيديو يعجبك، اتمنى الفيديو يعجبك، اتمنى اللايك على الفيديو والاشتراك على القناه وفعل جرس الكل يوصلك كل جديد. تحياتي هايدا عبد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.